أهلا ومرحبا بكم في قناة محمد الإعلامي. مرحبا بكم جميعا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك. أنا محتاج دعم، لايك واشتراك، ولا لايك وشير وصلي على النبي الزين. في تلك الحالات دعمكم لي هو أفضل شيء اللي أنا مستنيه منكم. نخش على موضوعنا. طبعا النادي الأهلي في لاعبين قد يرحلوا في يناير. اللاعب الأول هو حسين الشحات. حسين الشحات هو اللي طالب الرحيل ان هو يرحل في يناير. ليه؟ طبعا احنا عارفين ان الجبهتين اليمنى واليسرى في نادي الاهلي، الوينج اليمين والوينج الشمال او الطرفين الطائرين مكتظين. تريزيجيه وبن شرقي من ناحيه الشمال، ناحيه اليمين طاهر محمد طاهر واحمد سيد زيزو. ففي تكدس في هذا الاماكن. فحسين الشحات شايف ان هو ممكن ما يبقاش ليه دور في الايام اللي جايه، فبيفكر في الرحيل في شهر يناير اللي جاي. ده بالنسبه لحسين الشحات، ده طلبه هو وليس طلب المدير الفني، ان هو عاوز يلعب. وطبعا في الساعه دي ان هو فرصته هتضعف، ما يلعبش مع النادي الاهلي يعني معناها ما يشاركش مع منتخب مصر. طالما ما يشاركش مع النادي الاهلي ما يشاركش مع منتخب مصر، فاصبحت الفرصه بتاعته ضعيفه جدا المشاركه ليه. فعشان كده بيفكر حسين الشحات في الرحيل. طيب ده بالنسبة لحسين الشحات. طب مين اللاعب التاني؟ هو لاعب مختفي في الوقت الحالي في نادي الأهلي، وفي أيام كولر هو أحرز هدف. أيام ما كان يلعب باك ليفت أحرز هدف. مين هو اللاعب ده؟ عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد المدير الفني النادي الأهلي اللي هو ريبيرو شايفه ان هو مش جاهز، مش اللاعب اللي يعتمد عليه في باك اليمين بديل لمحمد هاني. يعني محمد هاني مثلا اتطرد، هل عمر كمال عبد الواحد من اللاعب اللي يعتمد عليه؟ فعشان كده ريبيرو شايف ان عمر كمال عبد الواحد ما يعتمدش عليه. شايف ان كريم فؤاد افضل بكتير من عمر كمال، وكريم فؤاد وينج يمين بيلعب، وينج شمال بيلعب، يعني كريم فؤاد جاهز في اي مكان في الملعب. فعشان كده عمر كمال معاه لحد شهر واحد، معاه الشهر واحد يكون جاهز بدنيا وفنيا ويقنع ليبيرو يا يرحل من ضمن قائمة الأسماء اللي هترحل في انتقالات شهر يناير. ده بالنسبة ملخص سريع أنا حبيت نوضحه لكم. فبالنسبة للأحداث اللي دايرة حاليا داخل كرة القدم، طبعا احنا عارفين ان الدوري العام في توقف لحد ما يتم لعب مباراة منتخب مصر اللي هي يوم الجمعة إن شاء الله، وبعد كده هيبدأ استئناف الدوري العام. أهم حاجة اللي طالبة منكم لايك واشتراك. أنا مستني الدعم بتاعكم، لايك واشتراك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.